ال $500 وال $1000 اللي الناس عايزة تحققهم في السواقة سواء في مدينة نيويورك أو في ولاية زي ولاية نيوجيرسي، هل واحد عشان يشتري عربية غالية ويعمل الشغل دوت ممكن يعتمد على أوبر بس في الموضوع دوت ولا لأ؟ الحقيقة لأ. كان زمان كان ممكن تعتمد على اوبر في الشغل بالشكل دوت، وكنت بتبقى مشغول جدا وعندك شغل كتير ومش ملاحق. كان عشان حد يدخل اوبر بلاك او اوبر اس يو في كانوا بيحطوا شروط مختلفة. اول ما فتحت كانت مفتوحة لعربيات معينة، بعد فترة قفلوها، بقت الناس الجديدة اللي بتدخل ما بتقدرش تاخد بلاك واس يو في. الوقت دوت كان وقت ذهبي، كان الناس بتعمل منها فلوس كويسة، كان في شغل حتى في اوبر اكس واوبر اكس ال، كان الناس مش ملاحقة على الشغل والفلوس. السرج كان عالي والشغل في كل حتة والدنيا جميلة، وما كانش في اب بيعمل لاك اوت ولا بيعمل اي مشاكل، والدنيا كانت زي الفل. الناس حتى ما كانتش فاضية ان هي تشوف كلاينتس او تشوف زباين خاصة تقدر تشتغل معاهم، ولا تشوف ليموزين ولا تشوف الحاجات ديت. بعد فترة الموضوع بدأ يتغير، بدأت تحصل المشاكل، بدأت اوبر شغلها يقل، وزادوا سواقين اوبر بشكل كبير، وبقى الموضوع صعب وغريب، وبقوا السواقين بيعانوا عشان يجيبوا شغلانة كويسة يظبطوا بيها يومهم. فعشان كده رجعت الناس تاني تدور على شركات الليموزين، وتدور ازاي ان هي تلاقي كلاينت كويس تقدر تشتغل معاه ويبقى عندها ده وده وده عشان تظبط يومها. الناس دلوقتي بتعتمد على شركات الليموزين والبرايفت كلاينتس دول بشكل عام، وبتكمل في النص بشوية اوبر فترات اللي ما بين شغلها. او مثلا واحد من نيويورك سيتي مع تي ال سي جه في شغلانة في جيرسي، خلص وعايز يروح، بدل ما يدفع التول ويرجع بفلوس وغيره، بيشوف اي شغلانة ترجعه تجيب له فلوس وتدفعه التول، وتبقى الدنيا مش متكلفة فلوس معاه كتير. وده الواقع اللي موجود دلوقتي. الدنيا ما عادتش وردي زي زمان، خصوصا مع الاقتصاد المتأثر جدا دلوقتي، فبقت الشغلانات الغالية ديت والبرايفت كلاينتس دول شغلهم نفسه قل، شغل الليموزين قل. فالناس اللي اشترت عربيات في الفترة الأخيرة واجهت مشاكل كبيرة. هنشوف التفاصيل بتاعة الموضوع دوت ونتكلم فيها في فيديوهات لاحقة، ونشوف المشاكل اللي بيتعرض لها سواقين اوبر وسواقين الليموزين، والحياة الصعبة اللي احيانا بيعيشوها عشان يحققوا دخلهم اللي هم بيحاولوا يوصلوا له. شاركوني برأيكم في التعليقات وهنتكلم اكتر في التفاصيل. تحياتي للجميع، وائل عاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.